السلام عليكم. ايه الكره ده كله لمصر؟ هي مصر عملت اليومين اللي فاتوا؟ مصر عملت ايه غير ان هي توسطت عشان توقف حرب بقالها سنتين؟ مصر عملت ايه غير ان هي دلوقتي النهارده في شوارع غزة كلها بيهتفوا باسم مصر وباسم الجيش مصر وباسم الرئيس السيسي؟ صور الرئيس السيسي مالية شوارع غزة النهارده. مين صاحب القضية؟ اهل غزة صاحب القضية. اهل غزة شايفين ان مصر هي اللي وقفت جنبهم. طب القطريين عايزين ايه؟ والاخوان عايزين ايه؟ هو النهارده مين اللي متضايق من الموضوع ده غير اسرائيل؟ مين متضايق من الموضوع ده غير نتنياهو؟ حط بقى جنبيهم استاذ خليل الحية اللي شكر الدنيا بحالها وما هنش عليه يقول شكرا مصر. شكرا مصر اللي هو واقف على ارضها، اللي رجعته بعد ما كان تحت الارض بالاسابيع واتضرب وهو في مبنى هناك في الدوحة. مصر موقفاه في شرم الشيخ في الهواء الطلق بينه وبين تل ابيب كيلومترات، محدش قدر يستهدفه. مش هين عليك تشكر مصر؟ طيب، حركة حماس المقترح بتاع ترامب بيقول اصلا ان هم يسلموا سلاحهم وان هم ملهمش حكم في القطاع وملهمش وجود تاني، وانتوا وافقتوا على كده. مصر هي اللي عدلت الموضوع ورجعتكم وقعدتكم في المفاوضات وقالت لا، هنجمد السلاح مش هنسلم السلاح عشان موضوع المقاومة ما ينتهيش بالكامل. بس على فكرة هي مصر مش واقفة معاكم. مصر واقفة مع القضية الفلسطينية. مصر واقفة مع الفلسطينيين اللي بيموتوا بسببكم. مصر شايلة حمل القضية الفلسطينية على كتافها طول عمرها ومش هتسيبه، ولا عشان خاطر حماس ولا عشان خاطر غيره. النهاردة مصر بتقول لكم تعالوا اقعدوا مع فتح عشان خاطر نعيد إحياء موضوع إقامة الدولتين ويبقى في دولة فلسطينية، الضفة الغربية وغزة على حدود 67، ويبقى عاصمتها القدس الشرقية، ونتكلم ونتفاوض. ما هو ترامب هيبقى موجود. ترامب هيبقى موجود يا أستاذ خليل الحية، وحضرتك قاعد موجود وحضرتك موجود. اللي كان امبارح بس عايز يبيدكوا خالص، اللي كان امبارح بس بيقول ما يسلموا سلاحهم، اللي كان امبارح بس بيقول ما يبقوش موجودين خالص. مصر بتعيدك للمشهد. قناة الجزيرة بتعمل ايه؟ الرئيس ماكرون يطلع يشكر الدول اللي شاركت بالاسم، يشيلوا اسم مصر وينشروا كلام ماكرون ان هو شكر قطر وتركيا. ليه؟ هو قطر وتركيا عملت ايه؟ هما يعني بتوع قطر دول ما بيتكسفوش؟ هو حضرتك انتوا شفتوا المشهد بتاع رئيس وزراء قطر وهو نفسه الشخص وزير الخارجية وهو نفسه، ما علينا يعني من القصة دي. انت بتحضن الناس دي، انتوا واحد. انت بتحضن اليهود، انتوا واحد. انت ما شفتش المصريين بيتعاملوا ازاي؟ ما شفتش المخابرات العامة المصرية بتتعامل ازاي؟ بكل انضباط وحزم ورسائل موجعة لإسرائيل. النهاردة الموضوع اللي حصل ووقف إطلاق النار والأفراح اللي في غزة دي مضايقة مين غير إسرائيل؟ لا، مضايقة ناس حاقدة على مصر، مضايقة دول عربية، مضايقة قطر. هو أنت عايز إزاي يعني تبقى في الصورة، أو إن بتقارن نفسك إزاي بمصر؟ طيب يعني ما هي كل حاجة بالعقل، كل حاجة بالعقل. بالمناسبة، مصر كانت بتتفاوض أهم حاجة على دخول المساعدات. النهارده حماس لسه لغايه دلوقتي بتتفاوض. انا عايز مروان البرغوثي، اصل انا عايزه مش عارف سعادات. يا عم انت، يا عم الناس عايزه تاكل، يا عم الناس مش عايزه حرب، يا عم الناس مش عارفه تعيش. كل اللي هاممهم القيادات بتاعتهم اللي في السجون، وكل اللي هامم مصر المساعدات واعاده الاعمار. النهارده مصر مدخله جرافاتها ولوادرها وبتعمل مخيمات للفلسطينيين من بدري، مهندسين ومدنيين شغالين في الإغاثة. النهارده مصر بتوفر 100 شاحنة للناس اللي هيرجعوا من جنوب القطاع لشمال القطاع. النهارده مصر بتعمل كل حاجة عشان القضية. ده هيضايق مين إلا إذا كان حد متآمر وحد مش كويس؟ عشان ما تتعبوش نفسكم وتبقوا حاقدين قوي على مصر كده كدول عربية بقى من الآخر يعني. ما تقارنوش نفسكم بمصر. الضعيف دايما بيتضايق من القوي، لكن القوي بيحترم القوي اللي زيه. شفت ترامب بعد ما كان بيقول هنهجر الناس للأردن ومصر؟
النهارده فين ترامب؟ النهارده ترامب في مصر، النهارده ترامب جاي مصر. هي دي القوة، هي مصر قوية، عشان كده في حقد على مصر. مصر دفعت ايه؟ مصر دفعت 5 تريليون دولار لترامب عشان يجي؟ لا، مصر دفعت قوتها، ومصر دفعت ثقلها السياسي والإقليمي والعسكري طبعا يعني. هو كده، هو القوي بيروح للقوي، القوي بيحترم القوي، والضعيف دايما بيحقد على القوي، والمتآمر دايما بيحقد على القوي. انا يعني ليه؟ انت خلي بالك قطر النهارده كان ممكن ميبقاش ليها اي دور، مصر قعدتك وجابتك انت ليه بتشيل اسم مصر من تهنئة ماكرون؟ طب ما هو فرنسا هتبقى موجودة، وألمانيا موجودة، وأندونيسيا موجودة، وباكستان موجودة، ودول أوروبية كتير موجودة، وأنت هتبقى موجود طبعا غصب عنك. بس لما بتقابل حبيبك، أنت كممثل قطر، لما بتقابل حبيبك ممثل اليهود، ممثل إسرائيل هنا في مصر، بتاخده بالحضن، اللي هو لسه ضربك بالمناسبة يعني، بتاخده بالحضن.